مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم اذا الله راد بدنا نعمل كبة نية لبنانية باسهل طريقة وطعمي غير شكل. يعني بيعرف الكبة النية اللبنانية غير شكل. هدلكوا على المكونات. هيدي لحمة الكبة، لازم تكون ضبقة، وهيدا شكلها. بنحط لها برغل. نحنا ما بنكتر برغل، انجا بنحط لها نتفة برغل بتطلع كتير طيبة حسب كل انسان وذوقه بالاكل. في عالم بكتروا لها برغل، عالم لا. مكوناتها هي عنا كمون، ملح، فلفلة حمرا لازم تكون حرة هي على فكرة، اذا ما كانت حرة منها طيبة. بصل لازم يكون من هيدي النوعية، ما البصل الحلو، لان البصل الحلو ما بيعطيها طعمة طيبة ابدا. حبق، هدول هن المكونات. حبق اخضر اكيد لازم يكون. وقبل ما نكمل الفيديو معاكم يا حلوين، لا تنسونا اللايك شير سبسكرايب. هدول هن المكونات. والكبة النية اللبنانية غير شكل. وقلت لكم كل واحد هو ذوقه، في اللي بيكتر برغل وفي لا. وهلا حنبلش بتحضير الكبة. اول شي عن مكانة الكهرباء او اي مكانة عندكم اياها بالبيت، بس عن مكانة الكهرباء يستحسن تطلع اطيب. بنحط البصل، بنحط الحبق، هيدا الحبق اكيد بدنا ننقي العروق، نشيل العروق لبرا، بدنا نحط بس الورق. والحبق طيب اكيد ما لازم تكون كتير وما لازم تكون قليل مشان ما تمرمر كتير. شو خلودي؟ تعال طلعك على الشاشة معنا. وهيدا خلودي الحلو، قلن هاي، قول هاي يا عمري. هيدا اشقري الحلو. وهون خلطنا المكونات مع بعض، الفلفلة مع الكمون مع الملح. هيدي اول خطوة بنعملها قبل ما نحط اللحمة. لازم نفرم هدول، لازم نفرمهم بهالطريقة. ما لازم تكون ناعمة كتير ولا خشنة كتير، وسط. هاي هي النتيجة هلا. ها هي النتيجة بدكم توصلوا لها، هيك بدها تكون، ما ناعمة ولا خشنة. هلا بدنا نحط فيها، نقسم لحمة الكبة. كمان ما يستحسن ما نحطها دغري ضربة واحدة، ويستحسن تكون متلجة شوي. شايفينها كيف ما شاء الله كيف ضبقة. وهاي هي النتيجة. شفتوا ما شاء الله كيف طلع شكلها. هلا نظبطها بجاط ونحطها بصحون وفرجيكم اياها مشان ما اطول عليكم الفيديو كتير. وهلا خلطنا لحمة الكبة اللي عملناهم بمكنة. عم ندعكم بايدينا البرغل مع اللحمة بهالطريقة لازم تكون. وضروري هيدي الخبطة بالكبة لابد منها، هيدي كتير ضرورية لتنجح الكبة معكم. هيدي نحنا عنا اياها بشهر رمضان، يوميا لازم تكون على الطاولة الكبة النية. شايفينها ما شاء الله كيف ضبقت. وهاي هي نتيجة الكبة النية. هذا الصحن مثل ما شايفينه قدامكم. اكيد الكبة النية لازم يكون زيت زيتون، حطوا عليها زيت زيتون. فينا نعملها بهالطريقة كمان. شو رأيكم؟ مين استحلى؟ صراحة بتشهي، ما في اطيب منها من ايدين ست الحبايب.
قد ما اكلت كبي ني بكل المطاعم ومن ايد مين ما كان ما بلاقي اطيب منها غير بايدين الماما، كتير بتطلع معها رائعة. وهيدا زيت الزيتون يا حلو، اكيد زيت الزيتون الاصلي. وهذا كان الفيديو اليوم يا حلوين، لا تنسونا اللايك شير سبسكرايب.